فيلمنا النهارده بيبدأ بجو سو اللي بيبقى قاعد مع أصحابه في الشارع بيقيموا النساء اللي رايحة واللي جاية لحد ما بيقع اختيارهم على أدخن واحدة معدية في الشارع، وجو ساعتها بيقول بس هي دي، وبيقوم يجري وراها بسرعة علشان يوقفها وهي فاكراه معجب بيها وكانت عاملة نفسها قال إيه يعني مكسوفة، لحد ما بيديها الصدمة في وشها وبيقول لها ممكن بعد إذن حضرتك تديني شوية لبن طبيعي للطفل علشان مش راضي يرضع، فبتقوم نازلة بالقلم على وشه وبتقول له رضعه انت، أنا مالي ومالكم، فبيقف يصوت في الشارع علشان الواد مش راضي يرضع لبن صناعي وقرفه في عيشته وعيشة اللي خلفوه. قبل الموقف ده بأسبوع بالظبط بيبقى جو سو رايح على عركة كده في شارع جانبي، وبيبقى واضح كده ان هو زعيم العصابة لأنه بيهزق رجالته وبيقول لهم هو أنا مش قلت لكم بلاش تجروا شكل أي حد، فبيقولوا له والله يا ريس هم اللي اتهجموا علينا الأول وضربونا. المهم انه بيطلع يعني من هناك على مدرسة قتالية، فساعتها بيمسك المدرب يرنه علقة محترمة وهو كده يعني بيعلمه، لحد ما بتيجي مراته تشده من ودانه وبتقول له هتموت الواد تحت ايدك، تعليم ايه المهبب ده، وبتنصح جو انه يتجوز وينشغل مع مراته وعياله بدل ما هو كل يوم والتاني كده يجي ياكله علقة. المهم انه تاني يوم الصبح بيقوم يروح على المدرسة وبيلاقي هناك بنت مجنونة كانت واقفة قدام البوابة ولابسة فرخة، فبيفرمل بسرعة وبيقول لها انت عاوزة تموتي ولا ايه يا بنتي، بس هي بتتعامل معاه بطريقة عجيبة كأنها أول مرة تشوف ولد في حياتها، وبتقول له نمرة تليفونك كام اديني النمرة أوام، فبيتأكد انها مجنونة فعلا وبيسيبها وبيروح ينط من على السور علشان يدخل للمدرسة لأن البوابة قفلت خلاص. هناك بقى المعلمة بتمسكه وتمده لحد ما بتكسر عليه العصاية هو واحد تاني معاه، وبتقول لهم انتوا لازم تجيبوا اولياء اموركم معاكم بكره يا اما هفصلكم خالص. في نفس الوقت ده بيول بترجع جري على البيت وبتلاقي امها قاعده بالاطفال كالعاده لان دي يعني شغلانتها وقت فراغها، فبتقول لها انا قررت اني هرجع المدرسه، وبتجري تلبس بسرعه وبتروح على هناك علشان تبقى مع جو. لما بتوصل هناك بقى المعلمه بتفضل تشكر فيها لانها متفوقه جدا وعلى طول بتطلع الاولى على فصلها، وبتبقى ناويه تقعدها كمان في اول ديسك، بس هي بتختار انها ترجع للاخر خالص وتقعد جنب جو، فبتقول لها المعلمه انه اختيار غير موفق خالص والمكان ده اسوأ مكان في الفصل كله، وبتحرج على جو انه يقول لها كلمه واحده حتى، فبيقعد ساكت لحد ما المدرسه بتخرج، وبعد كده بيقول لها شوفي لك مكان تاني يا بنت انتي، انا ما بحبش حد يقعد جنبي، فبتقول له مالكش دعوه انا قاعده في ملك الحكومه. وعامة بعد شوية كده بيطلع على السطح علشان يشرب سجاير هو وصاحبه البايظ التاني، بس فجأة بيلاقيها جاية وراه وبترمي السيجارة من ايده، وبتقعد تقول له بقى ان ده مخالف تماما لقوانين المدرسة، وبتسمع له احدث تقارير عن مخاطر التدخين، فبيزعقوا فيها وبيقولوا لها انت مالك اصلا، هو كان حد قالك تعالي خدي نفس، فبتقوم ضربهم على دماغهم وبتطلع تجري. لما بيجي الليل بقى بيرجع على بيته بيلاقيه فاضي تماما ومفيش حد من اهله موجود، فبيقعد يدور عليهم لحد ما بيلاقي شريط فيديو على الترابيزه وتحتيه $100، ولما بيشغل الشريط بيطلع تسجيل لامه وابوه عملوه قبل ما يسيبوا البيت ويطفشوا بسبب عمايله السوداء. بيقولوا له ساعتها انهم زهقوا من المروح للمدرسه كل يوم والتاني بسبب المشاكل اللي بيعملها، ومش هيرجعوا البيت غير لما يتعدل ويحس باللي عملوه، وطبعا الفيزا اللي كانوا عاملينها له اتوقفت خلاص، ومصروفه طول مدة الغياب هي $100 اللي لقاها على الترابيزة، فبيقول لنفسه طب والله احسن برضو، دول حتى كانوا عاملين زحمة في البيت على الفاضي، وبيروح يتصل باصحابه وبيقول لهم امي مسافرة وهعمل حفلة بس يا ريت ما تجيش على غفلة، وانا دلوقتي في السوبر ماركت بشتري لوازم القعدة، ايه رأيكم في الموضوع ده؟ فبيقولوا له دي اخبار هايلة جدا جدا، احنا جايين على طول مسافة السكة بس. وبعد ما بيقفل معاهم بيتفاجئ ان في طفل رضيع وراه وشكله كده اهله ناسوه هنا، فبياخدوا يوديه لخدمة العملاء بتاعة السوبر ماركت، واللي بيفضلوا ينادوا عليه ويقولوا عيل تايه يا ولاد الحلال، بس للأسف محدش بيعبرهم خالص، والموظف بيبقى مصمم ان جو لازم يستنى علشان لو اهل الطفل ده ما ظهروش يروح هو يشهد بالواقعة دي في الاسم، بس هو بيقول له ماليش دعوة يا عم انا مالي بالكلام ده، وبعدين انا ما شفتش حاجة اصلا ولازم امشي دلوقتي علشان جاي لي ضيوف، فبيقول له خلاص يا سيدي اكتب لي بياناتك وعنوان مدرستك على الورقة دي قبل ما تمشي. في نفس اللحظة دي الموظفة بتلاحظ ان في رسالة مع الطفل ومكتوب فيها ان ابو الطفل هو اللي اولى بتربيته، ومعاها عنوان جو ومدرسته واسمه بالكامل، وساعتها بيقفشه الموظف وبيقول له كنت عاوز تهرب من المسؤولية وتلبسنا الواد يا ضلالي، هو حد قالك تخلف وانت لسه في ثانوي؟ فبيضطر انه ياخده منهم وبيرجع على البيت لحسن يبلغوا الشرطة عنه ولا حاجة، وهو طبعا وقتها ما كانش فاهم اي حاجة خالص. هناك بقى اصحابه بيقعدوا يقولوا له تصدق الواد شبهك بجد ياض يا جو، ده شكله ابنك فعلا ولا ايه الحكاية دي؟ وفجأة بتظهر بيول من تحت رجليه وبتقول له انا مصدومة فيك مصدومة،
بقى تطلع متجوز ومخلف كمان، امال لما تروح الجامعه هتعمل فينا ايه؟ فبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انا مش بطيئك وامشي اطلعي بره، محدش عزمك. وفي وقت ما هو بيزعق كده الطفل الصغير بيتخض وبيفضل يعيط، فبتقول له شفت صرعت الواد ازاي؟ افرض طلع عنده تخلف عقلي بسببك دلوقتي، هتبقى تعمل ايه ساعتها؟ وبتفضل قاعده بالواد الصغير لحد وقت متاخر جدا من الليل، ولما بينام بتدخل تقول لجو قوم يا ابو راهب من هنا علشان انيم الواد. المهم تاني يوم بياخده على ظهره وبينزل يلف على كل البنات اللي عرفهم في حياته علشان يعرف مين فيهم امه بالظبط، بس كلهم بيردوا عليه نفس الرد بالظبط لحد ما رقبته بتتلوح. فبيرجع على البيت تاني وهو فاقد للامل والشغف والطاقه، وفجأة كمان بيلاقي الواد عمال يعيط ومش راضي يسكت خالص. فبيروح يرن على بيول وبيقول لها هو بيقفل منين الشيء ده؟ انا اتخنقت منه. فبتروح على عنده جري وبتلاقي الواد عاوز يغير، فبتقعد كتر خيرها تغير له وتروق عليه، وبتشرح لجو بقى ازاي يتعامل معاه بالظبط، بس هو اساسا راح في سابع نومه ومش سامع اي حاجه من اللي هي قاعده ترغي فيها. بعد كام ساعه كده بيقوم راهم يعيط بالليل، فبيقرر جو انه هيرميه في الزباله وهو ونصيبه بقى، بس الحمد لله بيبقى فيه كاميرا متركبه فوق دماغه، ومسؤول المراقبه بيقول له ان النهارده مش يوم القاء القمامه، ولو رمى حاجه دلوقتي هيدفع غرامه. فبيقول له لا انا مش جاي ارمي اي حاجه اصلا، ده طفل مش كيس زباله، ده انا بس كنت معدي بالصدفه كده قلت احود اشوف ايه اللي ينفع في اعاده التدوير علشان اخده. وبيقوم اخد ديله في اسنانه وبيمشي على طول، وبالصدفه بيخبط في واحد كده شايل طفل صغير في نفس السن تقريبا وداير محتاس بيه هو التاني، وبيبقى زعلان جدا انه خلف بعد ما كبر قوي كده، والواد كانه حفيده مش ابنه، وبيبقى عاوز يوديه ملجأ لانه مش هيعرف يراعيه. بس اثناء ما كانوا قاعدين يتجرعوا كؤوس الندم على القهوه بيلاقوا واحد تالت معدي بطفل، فبينادوا عليه علشان يشاركهم همهم، بس هو بيمسكهم يهزقهم وبيقول لهم انتوا فاكريني غير مسؤول زيكم وهرمي ابني في ملجأ؟ انتوا مجانين ولا ايه يا جماعه؟ لكن لما بيصعبوا عليه بيسيب لهم الكارت بتاعه اللي فيه عنوانه وبيقول لهم انا ساكن قريب من هنا، تقدروا تطلبوا المساعده في اي وقت. المهم تاني يوم الصبح بيبقى جو قاعد بالواد وعمال يحاول معاه انه يشرب اللبن الصناعي، بس هو ما كانش موافق خالص، لحد ما فجأة بيلاقي المدرسة بتاعته عمالة تتصل بيه وبتقول له انت لازم تيجي المدرسة دلوقتي حالا. فبيقول لها مش هعرف اجي للاسف لان سافرت دمياط اجيب صفقة مشبك، بس ما تقلقيش صد رد كده وهرجع بعد اسبوعين. فبتقعد تصوت في وشه وبتقول له انا عاوزاك تبقى قدامي خلال 3 ثواني يا اما اعتبر نفسك مفصول نهائي. فبيضطر ياخد الواد معاه وبيطلع يتسحب على هناك علشان يحطه في الدولاب من غير ما حد يشوفه، بس للاسف مش بيدخل، وبيجي واحد كمان يقفشه من قفاه وبيقول له الدولاب ده غير مخصص للاشخاص، وبيقوم شده على مكتب المدرسين. فساعتها بتمسكه الابله تشو غسيل ومكوى لحد ما بيقول لها ده ابني ومفيش حد اسيبه معاه لان ابويا وامي هربوا من البيت، فبتسمح له كتر خيرها انه ياخده معاه على الفصل. وهناك بقى الطلاب بيبقوا مبسوطين بيه جدا وبيفضلوا يلعبوا معاه، بس المدرسين ما بيبقوش موافقين على التصرف ده وبيقولوا لها ان دي مدرسه ثانويه مش حضانه رضع، وبعدين الطالب ده مشاغب جدا وكل يوم بمصيبه شكل. فبتقعد تدافع عنه وبتقول لهم مهما كان مشاغب فهو في الاخر انسان، وبعدين احنا لازم نشجعه انه اعترف بابنه وعاوز يراعيه. فبيفضل المدير يتخانق معاها ويقول لها لا يا حاجه الكلام ده ضد قوانين المدرسه. فبتظهر وقتها بيول فجاه زي ما بتعمل دايما وبتقول له قوانين المدرسه بتقول ان ممنوع صبغه الشعر والاكسسوارات والهدوم القصيره، انما مفيش اي قوانين خالص ضد الطفل. وبعد ما بتطرش الكلمتين وبتمشي المدير بيقول لهم هاتولي قوانين المدرسه بسرعه بص عليها. المهم ان اليوم الدراسي بيخلص على خير الحمد لله، وبيخرج جو هو وابنه علشان يروح، وبالصدفه وقتها بيشوف صاحبه وهو واقف يتحايل على بتاع القروض انه يديله مهله اسبوع كمان. فبيروح من غير تفكير يبيع الموتوسيكل بتاعه وبيديله ثمنه علشان يسدد اللي عليه، وبيقوله لو الحاجه احتاجت علاج تاني ابقى تعالى قول لي ومالكش دعوه هتصرف منين، المهم ما تروحش تاخد قروض من شويه الحراميه دول. وعامه بعد ما بيبيع الموتوسيكل مش بيلاقي قدامه غير المترو علشان يرجع البيت، فبيروح يركب فيه وبيفضل نايم على نفسه لحد ما بيوصل للمحطه بتاعته. فبينزل يجري بسرعه وبينسى ابنه على الكرسي ومش بيفتكره غير بعد ما الابواب بتتقفل، فبيجري ورا المترو شويه على اساس انه هيوقف له يعني، بس بعد كده بيقول لنفسه بركه يا جامع اهو ضاع لوحده انا ما ضيعتوش، وبيرجع على البيت وهو مقرر انه خلاص مش هيدور عليه. بس لما بيلاقي لعبه وحاجته حواليه في كل مكان بيتأثر جدا وبيجري بسرعة يعمل محضر بالواقعة. بيفضل يمثل بقى انه بيعيط علشان الضابط ما يقومش يرنه علقة، بس هو بيقول له خلاص يا اسطى ما تكبرش الموضوع ابنك معانا جوه اصلا. المهم في نفس الوقت ده بتبقى تشي جايه تبلغ عن حاجة تانية خالص وبتشوفه في الاسم، فبيقول لها الضابط هو انت بقى ام الطفل ده؟ مش عيب عليك يا وليه ده عيل قد ولادك.
المهم ان بعد ما جو بيرجع البيت بيفضل يحاول هو وبيول انهم يرضعوا الطفل، بس هو بيرفض اللبن الصناعي رفض تام وما بيرضاش يحطه في بقه خالص. فبتقول له بيول ان الواد ده متعود على اللبن الطبيعي ومش هيرضى يشرب غيره، فانت اتصرف بقى. فبياخده على ظهره تاني يوم وبيروح السجل المدني يعيط للموظفه اللي هناك وبيقول لها انا عاوز الناس اللي استخرجت شهادات الميلاد من قريب، اصل بعيد عنك ابني امه ماتت وهي بتولده ومش راضي يرضع واق. فبيصعب عليها جدا وبتقرر انها تديله العناوين فعلا وتساعده يعني في العمل الانساني ده. وساعتها بيطلع جو بقى على كل بيت يشرح لهم الموقف ويخلي الام ترضع راهم ده باي طريقه، وبيفضل على هذا المنوال عند كل بيت لحد ما الواد بيبقى قرب يفرقع وكان فاضل شويه وهيقول له انا غيرت رايي خلاص ابوس ايديك وبقيت بحب اللبن الصناعي ارجوك كفايه. وعامة يعني هو بالمرة بيشحت من كل واحدة فيهم ببرونة لبن لحد ما بيملى شنطة تكفيه كام يوم كده. تاني يوم بقى بيروح على اجتماع السنجل فازر ومن هناك على الدكتور علشان الكشف الدوري على الأطفال، وبيول بتروح معاه كتر خيرها. بس أثناء ما كانوا قاعدين منتظرين دورهم بيبقى في واحدة كده جنب بيول بتحس بالفضول لما بتلاقيهم بلبس المدرسة، فبتقول لها يا حلاوتكم مع بعض كده وانتوا لسه صغيرين وقررتوا تخلفوا. الله صحيح بقى انت معاكي كام عيل؟ فبتقول لها معايا 9 يا طنط، ربنا يخليكي في حالك يا رب. وبالرغم بقى من انه بيتعب جدا طول النهار والمفروض يروح ينام، بس الاوبشن ده ما بقاش موجود دلوقتي لانه معهوش ولا جنيه ولازم يروح يشتغل، فبيروح ياخد شيفت نادل في مطعم وفي واحد هناك كده بيعطف عليه وبيديله $30 بقشيش علشان يجيب حلويات للواد الصغير. وبعد شويه كمان بتجيله شغلانه توزيع كروت في الشارع، فبيروح يتحايل على شويه بنات قاعدين في المطعم انهم يخلوا الطفل معاهم ربع ساعه بس، وهم كتر خيرهم بيوافقوا عادي. بس لما بيخلص وبيرجع بيلاقيهم لاعبين في وشه بالمكياج وسايبينه يعيط على الارض مع نفسه ومشوا، فبيتضايق جدا انه سابه مع شويه البنات دول وبيقول له ما تعيطش يا ابن حبيبي مش هنيجي هنا تاني. المهم بقى بسبب الشكاوي المستمره من اهالي العيال انهم مش عارفين يفهموا بسبب وجود طفل في الفصل، المدرسه بتقرر تفصل جو لفتره مؤقته وبيبلغوه انه ما ينفعش يجي تاني لحد ما يبعتوا له. فبيخرج وهو زعلان جدا وبيفضل يسكر ويقول للواد الصغير انت لازم تشرب معاه انت كمان، مش انا ابوك يا ابني. المهم في نفس الوقت ده بتقوم بيول تلم الكتب وشنطتها وبتقول للمدرس اللي عليهم انا قررت اني ادرس ذاتيا في البيت ومش عاوز اشوف وش حد فيكم تاني. لما بيجي الليل بقى بيبقى جو راجع للبيت وبيلاقي ابو بيول مستنيه على جنب وبيقعد يشكره ويظهر له كل الامتنان ان خلى بنته ترجع المدرسه تاني وكان بيتعامل معاه بلطف. بس هو بيقول له يا عمي ده انا اللي صعبان عليها بالعيل اللي معايا ده وتلاقيها بتساعدني علشان تاخد شويه ثواب. فبيقول له لا يا ابني انت مش فاهم القصه، في ناس بتبقى مكروهة بسبب الغباء وناس مكروهة بسبب العبقرية، وللأسف بنتي من النوع التاني ده وعندها نظرة ثاقبة جدا في العلم وبتموت في البحث والتمحيص عن النظريات الفيزيائية، لدرجة يا شيخ إنها وهي في ابتدائي كانت بتعجز أساتذة كبار بأسئلتها الغريبة، لكن لما وصلت إعدادي بقى الموضوع زاد أكتر لدرجة إنهم بقوا يتهربوا منها. وطبعا زمايلها ما بقوش يحبوها علشان دودة كتب، فقررت إنها تقعد من المدرسة وتدرس ذاتيا لحد ما انت ظهرت ورجعت للانتظام في الدراسة بفضلك انت. فبيقول له خلاص يا عمي اللي تشوفه غلط اعمله، انا ما قلتش حاجة. بنروح بقى دلوقتي لأهل جو اللي بيبقوا قاعدين في منتزه عائلي وكل واحد قاعد يلعب مع اولاده ما عدا هما، بس بالصدفة بيقابلوا هناك ناس كانوا يعرفوهم من زمان فبيقعدوا مع بعض. وبعد شويه كده الاب بيقول لمراته هي بيول اتاخرت كده ليه؟ فبتقول له يمكن راحت تبص على راهم وجاي على طول. فبيسالهم هان اذا كان راهم ده ابنهم الصغير، بس هما بيتفزعوا بطريقه مبالغ فيها وبيقولوا له لا طبعا احنا ما عندناش عيال صغيره، ده يبقى ابن زميلها في المدرسه وهي بتروح تطل عليهم كده من وقت للتاني علشان الطفل المسكين ما عندهوش ام. فبيتعصب هان جدا وبيقول لهم ازاي يعني عيل في ثانوي معاه طفل ومن غير ام كمان؟ هي الدنيا جرى فيها ايه يا عيال؟ تصدقوا بالله ان مش الواد بس اللي مش متربي، لا ده اهله كلهم ما تربوش علشان يطلع بالفجر ده. وطبعا زي اي حد في مكانهم بيختاروا انهم يقعدوا ساكتين كانهم ما سمعوش حاجه خالص. في الوقت ده بيبقى جو واقف قدام صوره العيله وهو عمال يعيط على خيبته وبيتمنى انهم يتصلوا بيه مره واحده على الاقل يشوفوا احواله، بس ده طبعا ما حصلش ولا مره. المهم تاني يوم بتبقى ام واقفه قدام باب البيت من غير ما حد ياخد باله، بس فجاه بتلاقي عيله طالعه من جوه وشايله عيل، فبتقول لها انت مين يا حبيبتي؟ ابنك ده؟ فبتقول لها لا انا المربيه وده ابن صاحب البيت. فبتتجنن كيم وبتطلع تجري على مكان المنتزه وبتلبس هان طبق المكرونه على دماغه علشان اتجوز عليها وخلف عيل كمان. وفي الفتره دي بيفضل بقى جو يلف على كل المحلات اللي بتيجي قدامه وبيطلب منهم انه يشتغل في اي حاجه، بس محدش فيهم بيوافق لان معاه طفل صغير وكلهم بيطردوه بره. ولما
ولما بيجي الليل بيبقى خلاص هيموت من الجوع وللأسف معهوش فلوس، فبيروح يشتري علبة لبن بآخر 5 سنتات معاه، بيشرب منها شوية وبيدي ابنه شوية تانيين، بس لسه برضه هما الاتنين كانوا جعانين جدا. أثناء بقى ما هما قاعدين على الرصيف بيجي واحد سكران يقعد جنبه، فبيقعد يراقب المحفظة بتاعته لحد ما بيسرقها وبيطلع يجري ياخد تاكسي بسرعة علشان يهرب، بس ما بيطلعش تاكسي، بتطلع عربية الشرطة وبيشدوه على القسم على طول. بعد شوية كده بتروح له المدرسة تشو علشان تخرجه، بس بتلاقي الضابط هناك مقتنع اقتناع تام إنها أم الطفل، وبتيجي زميلته كمان تقول لها حرام عليكي سايباه جعان من الصبح كده، لكنها بتصوت في وشهم هما الاتنين وبتقول لهم مش ابني، والله ما ابني ولا اعرفه. المهم يعني انها بتخرج الواد وخلاص من الورطه دي، وبتديله شويه فلوس كده يمشي بيهم نفسه، فبيروح يجيب لابنه علبه لبن وبيتبقى معاه شويه فلوس تانية. كان عاوز يجيب بيها سجاير بس بيغير رأيه على آخر لحظة وبيزود علبة لبن كمان لابنه. ولما بيرجع البيت بيلاقي أبوه وأمه واقفين قدامه من غير أي مقدمات، فبيتخض جدا وبيقع منه الكيس على الأرض. ولما بيسأله ابن مين ده، مراته هي اللي بترد عليه وبتقول له ابنك طبعا من الولية اللي خنتني معاها، هيكون ابن مين يعني؟ بس جو بيقول لها لا يا ماما ده ابني أنا، وبيفضل يعيط من كتر التعب. فبيروح أبوه يواسيه وبيقول له ما يهمكش، أنا حاسس بيك وكلنا هنساعدك، بس الأول لازم ترجع على المدرسة وما تورطش نفسك في أي مشاكل، ولو على الطفل فأمك هتاخد بالها منه. تاني يوم على طول بقى بيروح معاه على المدرسة علشان يتكلم مع المدير، وبيفضل يعتذر له شوية كده في الأول، بس لما بيلاقي الكلام مش جاي معاه سكة بيقلب عليه وبيقول له أنت المفروض ما تطردش أي طالب من المدرسة تحت أي ظرف من الظروف، لأنك بالطريقة دي بترميه في الشارع وأكيد ساعتها حالته هتسوء مش هتتحسن. لكن بيقطع الخناقة دي رن التليفون هان، واللي بياخد ابنه بعد كده وبيجري بسرعة على المستشفى لأن راهم عيان جدا وعنده حمى. وساعتها بيفضل جو يزعق لأمه وبيقول لها دي غلطتك أكيد عرضتيه للبرد، فبيديه أبوه على وشه بالقلم وبيقول له اتكلم مع أمك كويس. وبعد شوية كده بيروح جو يعتذر له وبيقول له أنا ما كنتش في وعي من الخوف عليه بس، وبيروح بعد كده يعتذر لأمه وبيطلع يقعد مع نفسه شوية بره لحد ما بيجي صاحبه يقعد جنبه وبيقول له معلش شد حيلك شوية عن كده يا عم أنا آسف لك والله. فبيقول له على إيه آسف مش فاهم؟ فبيحكي له بقى إن الواد ده يبقى ابنه هو، وأمه كانت مسافر أمريكا وجت سابته له قدام البيت ومشت، ولما قعد يفكر هيعمل فيه إيه ما لقاش قدامه غير إنه يلبسه له على أساس إنه ابنه هو. فبيقوم يرنه علقة محترمة هيفضل يحلف بيها باقي حياته، وبعد كده بيقعد يقول له أنت عمرك ما هتحس بيا لأنك غني وكل طلباتك مجابة، إنما أنا بسف التراب ومش قادر أتخلص من الفقر مهما عملت، لدرجة إني اتخليت عن طفلي علشان مش هلاقي أكله. فبيتضايق جو منه أكتر من الأول وبيقول له جرب تبقى راجل مرة واحدة في حياتك وربي ابنك كويس حتى لو هتفشل في الثانوية، وبيقول لأمه يلا نروح على بيتنا أهله الحقيقيين ظهروا خلاص. لكن بيفضل متأثر بوجوده شوية وبيفضل يتخيل إنه بيعيط وعاوز حد يقوم يشيله. المهم بعد فترة كده بيقوم بقى يرجع للمدرسة تاني بس بشخصية مختلفة تماما عن اللي كان عليها من أسبوع، وبيبقى طول الوقت شارد وزعلان مع نفسه. فبتروح بيول تتكلم معاه وبتقوله إن راهم خرج من المستشفى وبقى كويس والمفروض إنه يروح يزوره لأنه مشتاق له جدا وباين عليه أساسا، لكنه بيتخانق معاها وبيقول لها أنت دخلت جوايا يعني وعرفتي إني مشتاق له، وبعدين هو دلوقتي مع أبوه الحقيقي يعني ماليش دعوة بيه خالص. وعامة تاني يوم بيبقى واقف كده مع نفسه، فبيجي زميله يبلغه إن ابنه تم تبنيه وهيسافر مع العيلة الجديدة بره البلد، فبيروح يقف تحت شباكه طول الليل وبيفضل يعيط بس مش بيقدر يدخل يشوفه. وتاني يوم بيقول بتبعت له رسالة إنهم في المطار دلوقتي، ولو ما راحش يودعه دلوقتي احتمال كبير قوي إنه ما يشوفوش تاني وهيفضل عايش ندمان طول عمره. فبيجري ياخد الموتوسيكل وبيفضل يسابق الزمن علشان يوصل في الوقت المناسب، بس العيلة الأجنبية اللي هتتبناه دخلوا من البوابة خلاص قبل ما يوصل، بس هو برضه مش بيستسلم وبينط من فوق الحاجز علشان يلحقهم، وبيفضل هو يجري وقوات الأمن تجري وراه لحد ما بيمسكوه قبل ما يوصل له. الطفل بقى أول ما بيشوفه بيفضل يعيط عليه وبيبقى عاوز يروح له بأي طريقة، وهو كمان بيفضل يعيط ويقول لهم رجعوا لي ابني، ومش بيسكت غير لما بيرجع بيه. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.